السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم سبينج رول بالدجاج والخضار والكرفت، من أطيب وأفخم أنواع المقليات أو المقبلات اللي نقدمها برمضان. أعتبرها من أساسيات رمضان، جدا لذيذة. هذه مقاديرنا طبعا. لا تخافون من الكمية، أنا راح أسوي معاكم كمية بسيطة لأني عاملة كمية من سبينج رول كبيرة، فراح أسوي معاكم مقدار بسيط مشان تشوفوا معايا الطريقة. عندي دجاج هون مسلوق ومفتت، عندي كمية من البصل، نحاول كل الخضار قطع شرائح، عندي فلفل شرائح، وعندي توابل راح أكتبها إن شاء الله آخر شيء أو أذكرها أثناء الشرح. عندي ذرة، وعندي جزر مبشور، وعندي ثوم، وطبعا عندي الأساس هو الدجاج مسلوق مفتت، وعندي ملفوف مقطع شرائح، وعندي ماجي. الخطوة الأولى راح أضيف كمية من البصل الشرائح مع كمية من زيت الزيتون، وأحمسهم شوي على نار هادية أو نار وسط بس يذبل عندي شي بسيط. طبعا مكعب ماجي راح أضيفه مع البصل لحتى يذوب معاه. بعد ما ذبل عندي شوي البصل راح أضيف بعده شرائح الفليفلة، حركهم مع بعض شوي، بعدين راح أضيف الثوم. أي شيء في حمص، كل ما حمسنا المكونات بالتدريج تعطيني نكهة لذيذة جدا. عندي هون بعد ما ذبل عندي الماجي، بعد ما ذاب الماجي وبعد ما ذبل عندي الفليفلة راح أضيف كمية الدجاج. أحرك الدجاج مع الخضار اللي موجودة عندي هون الحمص جدا ضروري، يعني ضروري أقلب تقريبتين أو 3 أو 4 الدجاج مع البصل والثوم والفليفلة. الحمص هون هو اللي يعطي النكهة اللذيذة. آخر شيء بعد ما أحركهم تقريبا 2 أو 3 مع بعض، بهالمرحلة راح نضيف التوابل حسب ما تحبوا أنتوا، حسب رغبتكم، حسب التوابل اللي تعتمدوها بمطبخكم. طبعا أنا هون راح أضيف أول شيء ملعقة وسط من الكاري بهالوصفة ضروري كثير إنه نضيف الكاري. تحبوا معاها بهار مشكل، هون ضفته شوي من الكمون بما إنه عندي ملفوف، وضفت فلفل أسود، وتحبوا تضيفوا أي اختيارات من عندكم. راح أكتفي أنا بهذه التوابل فقط. راح أحركهم تقريبا بسيطة لحتى يتشرب الدجاج أو يمتص نكهة التوابل. بعدين راح أضيف عندي جزر بالآخر، وراح أضيف ملفوف مقطع شرائح، وراح أضيف الذرة. طبعا هذه الخضار ماني حابة إنه تذبل كثير، مجرد تقريبتين 3، يعني 2-3 بالكثير. حابة تكون طعم القرشة أو نكهتها فريش مع الدجاج. مجرد 2-3 بس، وأطفي النار. هون الخلطة شوفوا صارت عندي جاهزة، راح أشيلها وأتركها على جنب تبرد تماما، ضروري تبرد. وهذه حشوتنا بعد ما خليناها تبرد. عندي راح أستخدم كرفت، شوفوا ضروري هذه النوعية كثير طيبة مع الحشوة. طبعا هون عندي العلبة كاملة بشرتها راح أضيفها على المقادير أو على الحشوة، وراح أضيف كمية من البقدونس وأحرك المقادير مع بعض. هون حشوتنا اللذيذة صارت عندي جاهزة، أقدر أستخدمها للسمبوسة أو للبف، لذيذة جدا. العجينة راح أستخدمها هي سبينج رول السنبلة، ماركة السنبلة. عندي راح أستخدم طبعا لاصق أو العجين أو الخليط اللاصق، ماء وطحين، وراح أضيف العجينة. شوفوا ألفها بهالطريقة على شكل مثلث أو أخلي الزاوية وألفها بهالطريقة، يعني أفضل طريقة للف سبينج رول. عندي هون شوفوا الحبة كيف طلعت معايا مرتبة وحلوة. راح أكمل كل المقادير بنفس الطريقة، طبعا نصفها بصينية ونفرزنها بالفريزر، وبس تجمد معايا أوزعها بعلب وأغطيها كويس. وبس بدي أقلي، مجرد أطلع من الفريزر على الزيت على طول. وهون سبينج رول صار عندي جاهز. طبعا قليت معاكم كم حبة، شوفوها بعد القلي جدا لذيذة ومقرمشة. إذا جربتوها راح تعتمدون الحشوة وراح تعتمدون السبينج رول بهذه الحشوة. من أطيب أنواع المقبلات برمضان. أتمنى يا رب إن شاء الله أكون خفيفة عليكم والوصفة تعجبكم، ولا تنسوني من لايكاتكم، وانتظروني بوصفات قادمة.